السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. الخبر ده لسه دلوقتي حالا، هو القبض على التيك توكر سوزي الاردنيه بعد فيديو الوظائف لشركه عربيه. اللي حصل ان سوزي طلعت في اعلان مع واحد، ما تقريبا نص الكلام بتاعه ضايع، يعني مش الاستاذ ان هو سعودي، بس هو يعني شبه سعودي كده يعني. وتقريبا يعني الشركة ديت كلها كده نفس اللي حصل مع حنين بالظبط. هي شركة عايزة بنات من غير اي مؤهلات تشتغل في الشركة دي. فطبعا احنا عارفين اللي حصل مع حنين حسام، فبتكرر تاني. وللأسف محدش بيتعلم من غلط غيرنا، محدش بيتعلم. فاحنا عارفين يا جماعة ان اللي حصل مع حنين، وتعمل فيلم وتعمل مسلسل وتعمل كل حاجة، والناس كلها عرفت الموضوع ده، وعرفت ان الشركات دي شركات نصب بتتاجر بالبنات عشان الفلوس. طلعت برضو سوزي مع الشركة ديت وعملت نفس الحاجة اللي حنين بتعملها، وبعدين نرجع نقول هي غلبانة وطيبة وعلى نيتها. كل واحد يتعلم من الاخطاء. كلنا عارفين الشركات دي بتبقى شركات وهمية، بتاخد البنات في حتة تانية خالص. فربنا يستر علينا يا رب، ويستر على كل البنات. طبعا اكيد الموضوع هيبقى اكبر من القضية اللي كانت قبل كده، لان الموضوع صعب جدا، وناس كتير اوي مقدمة فيها بلاغات بسبب الشركات دي. لان هو اللي طلع معاها في الفيديو طلع واحد اساسا ان هو سعودي، بس طبعا اللكنة مش سعودية ولا اي حاجة خالص. فمعنى كده ان الحوار كله متفبرك. فربنا يستر يا رب على كل الناس وعلى كل البنات.